حركة غير رياضية قام بها عميد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مابيمبا في حق الناخب الوطني وليد الركراكي، الشيء الذي أثار غضبة لاعبي المنتخب الوطني للدفاع عن ناخبهم الوطني. ومن المنتظر أن يتعرض هذا اللاعب للعقوبة من طرف الكاف. اعتدى لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية على لاعبي المنتخب الوطني بعد نهاية المباراة وأيضا في مستودع الملابس، وبالتالي وجب على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فتح تحقيق في هذا الذي جرى بعد نهاية المباراة، حيث غابت الروح الرياضية لدى لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، والذين بدأوا بخشونة واضحة في المباراة وانهوها بالاعتداء على لاعبي الفريق الوطني